بلاش تبقي أم بالساهل. امبارح سمعت حلقة سلافة سليم اللي كانت في بودكاست جلاس روم على يوتيوب. وبعدين حبيت الحلقة جدا وحبيت ان انا اعلق عليها، وشفت الموضوع من انه نصيحة لكل الأمهات. طبعا الحلقة لازم كل الناس تشوفها، يعني أمهات وآباء وأبناء وجدات والمراهقين، يعني كل البشر لازم تتعلم وتبذل جهد في ان هي تعرف تتعامل مع بعضها صح. ليه بقول بلاش تبقي ام بالساهل؟ مش مجرد انك اتجوزتي وخلفتي فانت بقيتي ام، بقى معاكي رخصة انك تبقي آم، متسلطة ومتحكمة في اطفال، تربيهم بالطريقة اللي انت تعرفيها بس، او الطريقة اللي انت تربيتي بيها بس. ما تستسهليش، ابذلي مجهود، اتعبي. آم، يعني بتعملي حاجة غلط صلحيها، اعتذري انك بتغلطي. اتعلمي، ما تقوليش انا كبرت على التعليم واصل فات الاوان وكده. لا، ما تقوليش كده، ما تعملوش كده في عيالكم. يعني انتي طالما خدتي قرار انك تخلفيهم، اذا انتي مسؤولة عن انك تطلعيهم ناس اسوياء، بغض النظر عن مشاكلك، ضغوطاتك، ظروفك، تعليمك، انت تربيتي ازاي، عشتي ازاي، ملناش دعوة. حاولي على الاقل، يعني على الأقل هم حتى يشوفوا المحاولات دي. طب أنا ليه بقول كده؟ بقول كده عشان في أمهات كتير جدا بتتعامل مع موضوع الأمومة ده على إن أنا الأم، أنا الأم وما ينفعش تعصاني وما ينفعش تراجعني وما ينفعش، وغضبي وقلبي وربي غضبان عليك ليوم الدين. وبياخدوا فكرة العقوق كصك كده للتسلط، بجد للتسلط والإساءات المتكررة والمستمرة، وده غلط. لما هتسمعوا حلقة سلافة هتعرفوا قد ايه احنا المفروض نتعب جامد جدا عشان نقدر نربي بشكل سليم. لا احنا نبقى يعني ظالمين قوي يعني التربية زمان اللي هي يقولك التربية القديمة والتربية الحديثة. لا، في بقى حلقة سلافة دي هتوقفك في النص، هتعرفك ازاي تحط حدود، وفي نفس الوقت ما تطلعش انسان معقد وعنده مشاكل نفسية وعلى وشك الانهيار والانتحار. فاهميني؟ بس يعني اللي هي تربية حديثة بالدلع واللي انتوا عايزينه وسايبين السايب في السايب، ولا هو برضو القمع المطلق بحجة ان انا امك وانا عارفة مصلحتك، او انا ابوك وما ينفعش تقولي اوف وما اعرفش ايه. لا، الست اتكلمت في حاجات كتير جدا، يعني اتكلمت في انه احنا لازم نتعب علشان نخلي اصلا في رصيد عند ولادنا. يعني ايه؟ ناخد منه وقت ما نكون عايزين نقول لا على حاجة. الرصيد ده بتكونه ازاي؟ لا، مش عشان انت امي وبس، لا مش هحبك بس عشان انت امي. يعني انا اسفه اني بقول كده، وانا عندي اولاد ومتقبله فكره انه انا لازم اعمل ده علشانهم، علشان هم بني ادمين وانا بني ادمه في الاول وفي الاخر. علاقه ان انا امهم، في حب فطري وفي كده، بس الانسان انا هم لازم يحسوا ان انا بتعب عشان اوصل لهم الحب ده، بتعب عشان احسسهم ان انا فعلا خايفه عليهم. لازم يكون في تحاور، لازم يكون في طبطبة. هي حتى بتتكلم في انه لما الطفل يغضب ويثور ومعترض بنسكت. احلى ما في الحلقة كمان ان هي دايما رابطة كل المواقف بتربية النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان مثلا لما ابني يكون متضايق عشان حاجة بالنسبة لي تافهة، بالنسبة لي سطحية، بالنسبة لي يعني مش نهاية الكون، بس انا لازم احترم مشاعره. ما بتعاملش معاه بالنسبة لي أنا، لأ بتعامل معاه بالنسبة له هو. وضربت مثال وقالت لما طفل عصفور ومات النبي ما عادش يقول له يا عم ده الدنيا فانية يعني وكلنا هنموت وقعد اداله درس، يعني لأ، قعد جنبه، قعد يطبطب عليه، حس بمشاعره. حتى لو هرفض، حتى لو هوجه، حتى لو احط حدود، حس بيا حس بيا وبصلي انا، شوف انا شايف الموضوع ازاي في سني، في خبراتي، في ظروفي، في حياتي، مش في حياتك انت. انت حاجة وانا حاجة تانية. ما تفترضش مني، احنا كأمهات او كآباء ما نفترضش ان اولادنا هيتعاملوا مع الموقف زي ما احنا بنتعامل معاه، لان دي يعني معادلة ظالمة. لان هما ظروف حياتهم مختلفة،
خبراتهم مش زي خبراتنا، سنهم مش زي سننا، هو لازم يجرب، هو لازم يستكشف. عجبني قوي كمان بتتكلم عن انه انا مش يعني لما بوصم ابني بوصمة او صفة، هي دي اللي بتعامل بناء عليها معاه. يعني انا لو شايفة ابني قليل ادب، متمرد، عصبي، غير لما هشوفه مستكشف، فضولي مثلا. آم، عارفين النظرة نفسها بتختلف. اغلب الامهات بيشوفوا ولادهم ولاد الادب مش متربيين، وانا معرفتش اربي ويا خسارة تعبي وشقاية يعني ده دايما الناس بتفكر كده. ف فما تستسهليش الامومة. يعني ما تقوليش ان انا طالما خلفت وربيت وكبرت بطريقة تقليدية جدا، زي ما انا عارفة، او زي ما انا يعني اتربيت، انت كده عملتي اللي عليكي. لا، انت كده ما عملتيش اللي عليكي. انت في حاجات كتير قوي ناقصاكي، في حاجات كتير قوي ممكن تكوني غلطتي فيها، في حاجات كتير قوي ممكن تكوني وقعتي فيها، اكيد غصب عنك، لان مفيش حد بيبقى عايز انه يعمل حاجة غلط. مفيش حد بيبقى عايز انه بعد ما يعمل كل ده يقع على الارض وما خدش ثمار وما احسش وضيع عمري وشبابي وصحتي عليك، وبعدين كده ما يبقى يطلع الولد طالح ويعملني معاملة وحشة ويعيقني بجد بقى. يعني وريني العقوق اللي على الحق، مش التصورات والأوهام اللي في دماغي. دايما لما أبص لأولادي وتصرفاتهم، هما دايما نتيجة لأفعالي أنا وتربيتي أنا وتعبي أنا. أقول أنا غلطت في إيه، يصبر على الأذى ده عشان أنا كنت جزء منه، يحاول على الأقل إني أصلح من نفسي عشان خاطر الطرف اللي قدامي كمان يصلح ويبقى كويس ويبقى زي ما أنا عايزة وزي ما أنا بتمنى. يعني دايما والدتي كانت تقولي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. على أي حاجة كانت تقولي ما تقعديش تتمني، اتعبي في الحاجة عشان خاطر تلاقي. والأمومة جزء من الحاجات اللي في حياتنا احنا كأمهات. يعني بتكلم عن الشيء اللي يخصني طبعا، والآباء نفس الحكاية. رجالة يعني المفروض يتعبوا مع أولادهم لو عايزين يشوفوا نتيجة، لكن مش تخلف وتتمنى ان ابنك يبقى كويس، تتمنى ان هو يطلع متربي، تتمنى انه يبقى مؤدب. لا، لازم نتعب، لازم نجتهد، لازم يعني ايه، نشوف الحاجات دي بتتعمل ازاي ونعملها زي ما بتتعمل. ما عملناش ما نزعلش بقى. يعني ده تعليقي على الحلقة. وطبعا يعني برشحها جدا، كل الناس بجد لازم تشوفها. حتى هي قالت كلمتين برضو خلاصة كده للمراهقين والأطفال في الآخر. هي شخصية جميلة جدا سلافة، أنا بسمعها وبحب فيديوهاتها وبتعلم منها كتير جدا في رحلتي مع أولادي. وبتعلم، بشوف أنا الحاجات مثلا اللي كانت المفروض إنها تتعمل بشكل صحيح معايا، كان إيه الغلط فيها، عشان على الأقل أبقى مدية العذر وسامح وأتقبل الفكرة. فاهميني؟ بس حبيت أشارك معاكم أفكاري عن الحلقة دي وهسيبها لكم. أنا عملت لها شير على صفحة الفيسبوك، فلو انتوا عايزين تخشوا تشوفوها، او هسيب لكم اسمها في اول كومنت. يعني هحاول ان انا اخليكم تعرفوا تدوروا عليها بشكل سهل وسريع، عشان تقريبا تيك توك ما بيدعمش اللينكات. مش عارفة والله، هجرب كده واشوف. بس وما تستسهلوش الأمومة يا جماعة، ولا تستسهلوا التربية، عشان الموضوع كبير وله عواقب وخيمة ومش سهل إطلاقا. اللي مش قادر يخلف ومش هيعرف يربي ما يخلفش ويريحنا. بس كده، شكرا.